مش نفسك تقدر انك تكون وتكتسب اي مهارة انت نفسك فيها ايا كانت ايه، او تترك اي مهارة عندك انت مش عايزها تكون في حياتك ايا كانت ايه، وكمان تتعرف على اسرار غيرها كتير هتساعدك تكون او تترك اي عادة او مهارة في حياتك. فلو انت مهتم وعندك فضول خليك معانا وهنفرحك وحياة بلانا. اهلا بيك، معاكم عبد الرحمن ابراهيم، وان شاء الله في الفيديو ده هنكمل بقية ال10 اسرار اللي هتساعدك انك تكتسب اي مهارة ايا كانت ايه اسهل واسرع من غيرك. ايوه، ما تستغربش من كلمة هنكمل بقية ال10 اسرار. احنا في الفيديو اللي قبل ده على طول اتكلمنا عن اول 5 اسرار هتساعدك انك تكتسب اي مهارة ايا كانت ايه اسهل واسرع من غيرك. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل اخر 5 اسرار من ال10 اسرار. بالنسبة بقى للناس اللي هتسألني وتقول لي يا عبدو احنا متفرجناش عن الفيديو الاولاني اللي هم اول 5 اسرار، عادي اتفرج على الفيديو ده واخلصه وبعدين ابقى اتفرج على الفيديو الاولاني؟ هقول لك ايوه عادي، ما تقلقش، خلص الفيديو ده وهتلاقي اللينك بتاع الفيديو الاولاني في الوصف واول تعليق. اهم حاجة ما تنساش تشوفه. اخر حاجة بقى للناس اللي سألتني الفيديو اللي فات وقالت لي يا عبدو احنا متشتتين، مش عارفين امتى نعرف ان السر ده هيناسب المهارة اللي احنا عايزين نكتسبها. هقول لك برضو اهدى وما تقلقش، في اخر الفيديو نصيحة مهمة جدا جدا وصغيرة جدا جدا في ربع دقيقة هتساعدك وهتعرفك امتى تعرف ان السر ده هيناسب المهارة اللي انت عايز تكتسبها. فمش عايزين رغي كتير وندخل في الموضوع. بالنسبة لسادس سر معانا وهو تخلص من عوائق التدريب. شوف يا سيدي، اي انسان في الدنيا لما بيجي يبدأ حاجة جديدة بيكون متلخبط شوية في الاول ومتشتت، وده طبيعي لانه بيكون لسه داخل على حاجة جديدة مش عارف فيها اي حاجة، كان بقى مجال بيتعلم مهارة بس بتكون حاجة جديدة عليه. فالتشتت اللي بيكون في الاول ده طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي انك تسيب نفسك للتشتت. طبعا انا شايف واحد دلوقتي عمال يشد في شنبه ويعمل كده، اسيب نفسي للتشتت؟ هو في حد بيختار التشتت ولا ده امر مفروض عليا غصب عني؟ هقول لك لا، ثق وتاكد انك طالما حاسس انك متشتت يبقى البيئه اللي حواليك بيئه مش مرتبه، بيئه مشتته ما تساعدكش انك تركز، او انك بتدخل لعقلك كلام سلبي وبتشوف كلام سلبي، فده اللي مشتتك. فحاول على قد ما تقدر انك تتخلص من كل الحاجات اللي بتشتتك وبتخليك مش مركز. على سبيل المثال مثلا التليفون او التلفزيون او البيئة اللي حواليك. تخيل ان انت قاعد مثلا بتعمل حاجة مهمة جدا والبيئة اللي حواليك بيئة بيئة مشتتة مش مرتبة، مثلا حاجة هي مرمية هنا وهنا وهنا والمكتب مش نظيف وكل الكلام ده، فدي بيئة مشتتة تخليك اصلا انك مش شتت، فدي تالت حاجة ممكن تشتتك. رابع حاجة، انت مثلا بتعمل حاجة مهمة وجي واحد صاحبك قال لك يا عبدو ما تيجي نروح مشوار، والمشوار ده مش مهم بالنسبة لك، قمت انت سايب الحاجة المهمة ورحت معاه، فده برضو يشتتك. فانت حاول على قد ما تقدر تبتعد عن كل الحاجات اللي بتشتتك، وافتكر دايما ان كل ما تراه او تسمعه او تتكلم بيه او تفكر فيه ستحصل عليه حتما ولا بد. بالنسبة لسابع سر معانا وهو خصص وقت للتدريب. بص بقى يا سيدي، من غير تريقه وما تقعدش تقول لي يعني ايه خصص وقت للتدريب، ما انا اكيد هخصص وقت للتدريب وانا هتعلم المهاره في الهوا، ما انا اكيد طالما عايز اكتسب المهاره دي وعايز امارسها اكيد هخصص لها وقت من الوقت الفاضي بتاعي. انت بتقول ايه؟ انت عايز ايه؟ انت جاي منين؟ انت رايح منين؟ والشغل ده بقى بيزعلي؟ انت بتزعلي اهو؟ لا يا عم بتزعل. بيزعل محمد بجد والله؟ الواد ده شكله عايز يترن علشان يهدى ويكن ولا يا محمد؟ حلو، شكلك عايز تترن علشان تهدى وتكن. شكلك عايز تترن يا حبيبي علشان تهدى وتكن. شكلك عايز تترن علشان تهدى وتكن. المهم بعد فقرة الموسيقى دي يعني خش بقى الموضوع. حلو يا محمد؟ صوتي حلو؟ انا عارف رأيك يا حبيبي. المهم يا سيدي، هصدمك واقول لك ان الموضوع مش بالسهوله دي. يعني لو انت قمت قايل ايه انا ان شاء الله هبدا امارس المهاره معينه، وليكن مثلا مهاره تعلم البرمجه، انا هبدا ان انا امارس مهاره تعلم البرمجه، وقمت قايل ايه
شاء الله اول ما يجي الوقت الفاضي هبدا ان انا امارس المهاره دي. وفضلت مستني الوقت الفاضي، هصدمك واقول لك يا صديقي انك مش هيجي الوقت الفاضي، ومش هتمارس المهاره لو قعدت طول عمرك. وحتى لو يومك كله فاضي، لو ال 24 ساعه بتوعك هلس ما بتعملش حاجه مفيده في يومك، برضو الوقت الفاضي مش هيجي. فطبعا انت بتقولي دلوقتي يعني انت الناس المجربه هتفهم كلامي، ولو انت ما جربتش لو جربت هتعرف الكلام ده. فانت دلوقتي بتقولي انت حطيتني في المشكله وسايبني وماشي، طب انا اعمل ايه؟ شوف يا صاحبي، انا هدفي الاول والوحيد والاساسي في القناه دي انك تخرج من الفيديو فاهم كل حرف فيه وقادر تطبقه على حياتك. علشان كده ركز معايا وانا هقول لك الحل السريع السهل. انت هتقوم جايب كراسه صغيره من الكراسات اللي عندك، وقاعد ما بينك وما بين نفسك كاتب ايه الوقت الفاضي بالنسبه لك اللي انت عايز تمارس فيه المهاره دي، ايا كانت بقى المهاره ايه. والله مثلا على سبيل المثال انا كعبده فاضي يوم السبت من الساعه 12 الظهر للساعه 2 يعني ساعتين، ويوم الاثنين من الساعه مثلا 10 للساعه 12 الظهر، ويوم الاربع من الساعه 5 بالليل للساعه 6 بالليل. ده الوقت اللي انا فاضي فيه اللي انا عايز امارس فيه المهاره اللي انا عايز امارسها ايا كانت ايه. فاقوم قاعد وقافل الكراسه بعد ما كتبت الوقت الفاضي، واول ما يجي الوقت اللي انت محدده ابدا على طول مارس المهاره دي ايا كان وراك ايه وايا كنت بتعمل ايه. سيب كل اللي في ايدك، طالما انت حددت الوقت ده يبقى الوقت المناسب بالنسبه لك، اقعد بقى مارس المهاره دي. وطبعا بالنسبه للناس اللي هتقعد تقول لي ايه يعني هو ده الحل، يعني لو انا ما كتبتش في كراسه مش هعرف اطبق السر ده على المهاره؟ هقول لك مش مصدق، جرب. والله انا حصل معايا نفس الكلام، والناس اللي قبليك اللي سبقوك وحصل معاهم الكلام ده كله حصل معانا 1 2 3. انا جاي اقول لك 1 2 3 ده علشان انت تتخطاه اعمل 1 2 3. انت بتقولي لا يا عم مش مصدق. هقول لك ليه انا بقول لك كده، لان انا كنت زيك في الاول مش مصدق. يعني انا قلت عشان اكتب هعمل، طب ما انا ممكن امارسها من غير كتاب، ايه المشكله يعني؟ وللاسف وقعت في الحاجات دي وما مارستهاش. ولو كنت قعدت طول عمري كله مستني الوقت على الفاضي علشان ابدا ان انا امارس المهاره، ما كانش الوقت الفاضي هيجي. وانت جرب وهتعرف الكلام ده. وانت اللي بتبص لي انت ما تبصليش، اصل انا بخاف. ايوه كده. لا، واحد جاي يقول لك ايه ده طريق الخير، ده الطريق اللي انت لو مشيت فيه هتنفع يعني هتبقى نافع نفسك دنيا واخره. وده طريق الشر، طريق لو مشيت فيه هتعيش في جحيم دنيا واخره. فده الطريق الحلو امشي فيه. تقول له لا يا عم والله انا عايز امشي في الطريق ده. يا ابني ده الطريق الحلو، ده الطريق اللي هينفعك. انا جاي لك بالمستقبل، انا سبقتك وعديت بالمراحل دي كلها. ده الطريق الحلو وده الطريق الوحش، امشي في الطريق الحلو. تقول له لا يا عم انا همشي في الطريق الوحش. يا ابني ده الطريق الحلو، لا انا همشي في الطريق الوحش. فانت حر. وعايزك تفتكر يعني انا مش حر ان انا برميك، لا انا عايزك تفتكر ان انت اللي هتشيل نتائج كل اللي انت بتعمله. والله ان كان حلو فانت اللي هتشيل نتائج، ان كان وحش فانت برضو اللي هتشيل نتائج. فمحدش هيشيل نتائج غيرك. فانت حاول على قد ما تقدر انك تستفاد من اي معلومه من معلومات الناس اللي سبقوك علشان تعدي اسهل واسرع من غيرك. فالمهم بالنسبه لتامن سر معانا، وهو انشئ حلقات تغذيه استرجاعيه. هو مين اللي كاتب السكريبت ده؟ محمد اكيد مش انا. ايه انشئ حلقات تغذيه استرجاعيه؟ ايه الشغل ده؟ انا التاني اللي بقول عليه سهل. ايه انشئ حلقات سهله صحيح؟ انشئ حلقات تغذيه استرجاعيه. يا عم بص انا بتكلم على لسانه، يعني هو دلوقتي بيقول لك ايه يا عم شغل التعويذ ده، إيه انشئ حلقات تغذيه استرجاعيه والشغل ده؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت عايز ايه اصلا؟ هو والله انا بتكلم على لسانه. ماشي يعني انا اللي كتبته. ماشي يا محمد. شوف يا سيدي، هفاجئك واقول لك ان انت بتستخدم السر ده في حياتك وانت مش واخد بالك، وهثبت لك حاجه. تخيل معايا يعني مثلا على سبيل المثال، وهرجع بقى لشغل المهارات، بس تخيل معايا في اللعيبه في الملعب مش بيكون في حكم بيشوف اللعيبه اي حد بيعمل حاجه غلط بيديله انذار وبيعرفه غلطه؟ المدرب بتاع اللعيبه مش بيكون واقف، ولو خدت بالك عليه، لو خدت بالك لو الكاميرا جت عليه بيكون معاه كراسه صغيره وقلم حاططهم في الحته دي. ساعات الكاميرا بتيجي عليه وهو بيكتب حاجه كده. تعرف هو بيكتب ايه؟ طبعا هو المدرب بتاعهم، فهو بيشوف اللعيبه بتاعته. مثلا محمد كان المفروض يعمل الكرة كده فعملها كده، دي غلطة. محمد مثلا غلط في كذا فمحتاجين نخليه يتطور في كذا. محمود مثلا غلط في كذا فمحتاجين نظبط كذا.
محمد حلو في كذا بس وحش في كذا، فهنظبط محمد في كذا، وهكذا بقى. فهو المدرب بيشوف كل لعيب ايه مميزاته وايه عيوبه وبيكتبها عشان ما ينساش. وكمان شوف دي تالت حاجه اهو، الكاميرات اللي بتصور الماتش بتصورها ليه؟ عشان في ناس بتيجي بعد ما الماتش يخلص وبتحلله، دكاتره كبار في كره القدم وعدى عليهم كل المشاكل دي وعارفين ايه هي حلولها. يجي يقول لك مثلا والله مثلا عيسى كان المفروض يعمل الكره كده فعملها كده، فعيسى وقع في كده فمحتاج يظبط كده، محمد نفس الكلام، محمود نفس الكلام. فبيبداوا يحللوا الماتش لكل اللعيبه ويعرفوا كل لاعب ايه هي مميزاته وايه هي عيوبه، علشان اللعيبه بقى يعني انا كلاعب لما اشوف المدرب بتاعي يقول لي انت وقعت في كذا يا محمد ومحتاج تظبط كذا، وانت حلو في كذا فظبط كذا علشان تتطور اكتر. والاقي الدكاتره الكبار اللي بيجوا يحللوا الماتش يقولوا لي والله انت يا محمد مميزاتك كذا وعيوبك كذا فحاول تظبط كذا علشان تطلع وتبقى لعيب جامد. فوالله انا اخد من الكلام ده وابدا اطور من نفسي. فتخيل معايا انا كلاعب لما ابدا الاقي مدربي والناس الكبيره، الناس بقى الكبيره في كره القدم اللي اكبر مني واقدم مني اللي مروا بكل المشاكل دي يقولوا لي انت محتاج تظبط 1 2 3، اقوم انا كمحمد مظبط 1 2 3، فبالتالي هطلع وابقى احسن لعيب في العالم. اهو كده يا عم عمل حلقات تغذيه استرجاعيه. شفت السهوله؟ انت بقى هتطبق ازاي الكلام ده على المهارات؟ والله يا عم انا على سبيل المثال عايز ابدا ان انا امارس مهاره تعلم اللغه الانجليزيه. حلو، هبدا والله ان انا اتعلم اللغه الانجليزيه، وهاجي لحد حبيبي امي ابويا اخواتي ستي ايا كان، وابدا ان انا كل ما اتعلم حاجه اتكلم قدامه يوم ورا التاني ورا التالت شهر. يعني مثلا اتكلمت قدامه يوم والتاني والتالت لغايه مثلا شهر، اجي بعد شهر اتكلم قدامه يجي يقول لك بس فعلا في فرق، انت في فرق. دي بقى الحلقات التغذيه الاسترجاعيه، يقول لك والله انت حلو في كذا ومحتاج تظبط كذا، مثلا انت بتنطق التي صح وبتنطق الار غلط، فدي الحلقات التغذيه الاسترجاعيه. تسجل لنفسك مثلا فويس نوت وانت بتتكلم انجليزي يوم ورا التاني ولا التالت، وتيجي بعد شهر تسمع الفويس نوت دي تلاقي والله انا كنت وحش في كذا واتحسنت في كذا، وانا حاليا وحش في كذا ومحتاج اطور كذا. تكتب لنفسك ايا كان. فدي الحلقات التغذيه الاسترجاعيه، ان انت تراقب نفسك بمعنى اصح وتعرف انت وحش في ايه وحلو في ايه. شفت يا سيدي كانت سهله ازاي؟ ولا تعويذ بقى ولا بتاع. المهم بالنسبه للتاسع سر معانا وهو تدرب باستخدام الساعة ولفترات قصيرة. دماغنا كبشر مبنية لتعلم الأشياء وملاحظة الأفكار ومعرفة ما الذي يجب أن تفعله بعد الانتهاء من الشيء اللي أنت بتفعله الآن، ولكن دماغنا كبشر ما عندهاش المقدرة إنها تعرف إيه هو الوقت المحدد لفعل تلك المهارة أو لمعرفة ما هو الوقت اللازم لاكتساب هذه المهارة. طبعا أنت بتقول دلوقتي أنت عايز إيه؟ فيها محمد إيه الكلام ده؟ والله يا صاحبي اللي انا عايزه انك تخرج من الفيديو ده فاهم كل كلمه اتقالت فيه. فالمهم ركز معايا، احنا كبشر ما عندناش المقدره ان احنا نحدد ايه هو الوقت اللي احنا محتاجينه علشان نخلص فيه المهاره دي، او ايه هو الوقت اللي المفروض نحدده علشان نمارس فيه المهاره دي. علشان كده جينا لك بالحل السحري والسهل، وهو تدرب باستخدام الساعه. ولكن مثلا على سبيل المثال انا كعبده عايز امارس مهاره القراءه، عايز اتعلم ان انا يعني اكتسب مهاره القراءه. قمت محدد لنفسي كل يوم نص ساعه. انا كعبده الوقت الفاضي عندي نص ساعه. حلو. اول ما تيجي النص ساعه اللي انا محددها، مثلا انا محدد هبدا من الساعه 4 ل 4 ونص، اول ما تيجي الساعه 4 الوقت اللي انا محدده بقى اقوم قاعد جايب اي كتاب وقارئ فيه عشان اكتسب مهاره القراءه اللي انا محددها لنفسي، واقوم جايب منبه ظابط الساعه 4 مثلا دلوقتي انا محدد نص ساعه، اقوم ظابط المنبه على 4 ونص وافضل اقرا. اول ما يجي المنبه يرن اقوم قايم. فهو ده يعني ده خلاصه السر، لانك احنا كبشر مش هنقدر نحدد النص ساعه دي، وبالذات لما بنيجي نمارس الحاجه في الاول الوقت بيعدي اقل من مشية السحلفة، فانت ما بتبقاش قادر تميز الوقت. فتدرب باستخدام الساعة ان انت تحدد الوقت لنفسك بساعة بمنبه اي حاجة تعرفك ان الوقت اللي انت محدده ده خلص. وعايزك في نقطة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها، وهي ان كل ما عدد مرات ممارستك للمهارة دي زاد كل ما زادت سرعة اكتسابك للمهارة دي. وبس يا سيدي، شفت ازاي كان سر سهل وجميل؟
بالنسبة بقى لآخر محور معانا في الحلقة، السر العاشر، وهو أكد على الكمية والساعة. شوف يا سيدي، أغلبنا لما بيجي يبدأ يكتسب مهارة جديدة بيقع في فخ إنه يحاول يتقن المهارة دي بنسبة 100%، وده طبعا غلط، لأنه بينتهي بيه المطاف في الآخر إنه بيمل وبيسيب المهارة اللي هو عايز يكتسبها دي. وبيمل ويسيب المهارة ليه؟ لأنه بيسعى لحاجة مستحيلة. انت ازاي عايز تتقنها بنسبة 100% في الأول وانت أصلا مش قادر تمارس المهارة دي؟ بتزهق منها في الأول، وده طبيعي علشان انت دماغك مش واخدة عليها. فانت ازاي عايز تتقنها بنسبة 100%؟ فكل الناس اللي بتعمل كده بينتهي بيهم المطاف انهم بيسيبوا المهارة وبيملوا. فانت علشان تتخطى المرحلة دي تركز على انك تزود الكمية. يعني مثلا انا على سبيل المثال مهارة القراءة، بقرا 5 صفح اخليهم 6 7 10 على قد يعني على قد انا الوقت بتاعي والمقدرة بتاعتي، واركز ازاي ازود الكمية واركز ازاي ازود الوقت. والله مثلا انا بقرا نص ساعة، لا اخليهم ساعة الا ربع. انا بقرا ساعة اخليهم ساعة وربع، وهكذا. فانت ركز انك ازاي تزود الكمية والوقت، وافتكر ان كل ما زودت الكمية اللي انت بتمارس فيها المهارة والساعات، يعني الوقت اللي انت بتمارس فيه المهارة، كلما زادت سرعة اكتسابك للمهارة، هتكتسبها اسرع من غيرك. وبس يا سيدي، كانوا 10 اسرار سهلين واتمنى تكون فهمتهم. نيجي بقى للنقطة المهمة لكل الناس مستنياها، وهو النصيحة اللي هتساعدك وتعرفك انت تعرف ان السر ده هيناسب المهارة اللي انت عايز تكتسبها. شوف يا سيدي، انا هصدمك وهفرحك. هصدمك واقول لك انك مش هتضطر انك تستخدم ال10 اسرار دول في كل مهارة انت جاي تكتسبها، وهفرحك واقول لك ان في كل مهارة انت جاي تكتسبها ايا كانت ايه هتستخدم بالكتير قوي سرين 3 4 بالكتير من ال10 اسرار. فطبعا انت دلوقتي بتقول لي يعني انت تعبني في فيديوهين دش عمال تتكلم وجاي تقول لي انا مش هستخدم ال10 اسرار؟ اما انت بتقولهم ليه؟ وجع دماغنا ليه؟ شوف يا سيدي، ال10 اسرار دول اللي انت عرفتهم دول ال10 اسرار اللي هيساعدوك تكتسب اي مهارة ايا كانت ايه في الحياة كلها. مفيش مهارة هتخرج عن ال10 اسرار دول، بس انت عرفتهم كلهم علشان وانت يعني كل مهارة. انا هديك خلاصة الموضوع بقى. كل مهارة، انا مثلا يا عم على سبيل المثال عايز امارس مهارة البرمجة، هبدأ ان انا اجيب ال10 اسرار اكتبهم قدامي كده واشوف السر اللي هيمشي مع مهارة البرمجة. هتلاقي مثلا سر 2 3 4 هيمشي والباقي مش هيمشي، خلاص. هاجي امارس مهارة القراءة، هجيب ال10 اسرار اكتبهم قدام عيني وابدأ مثلا اختار مهارة انت بتحبها، ماشي انا اخترت مهارة بحبها، وهكذا بقى. تبدأ كل ورا المهارة، يعني تقرأ الاسرار كلها وتشوف ايه السر اللي هيناسب المهارة بتاعتك اللي انت بتمارسها، وتبدأ انك تطبق السر ده وانت بتمارس المهارة. فانت مستحيل تلاقي كل الاسرار، يعني مستحيل تلاقي مهارة هتستخدم فيها كل الاسرار. وده كان الحل، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات جاية كتيرة. والسلام.